ولا تفكري ولا تحتاري، كل يوم في الفطار وللعشاء. تعالي بقى النهاردة اديكي شوية افكار حلوة جدا تقدري اللي انت تعمليها للولاد كل يوم، هتوفر عليكي كتير جدا. احسن ما تشتري اكل من بره، لا تعالي نعمل كل حاجة في البيت عندنا بكمية اكبر واضعاف كمان الكمية بميزانية قليلة جدا. فتعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحط اللايك بتاعك. واول فكرة هي الكيكة، والكيكة بتاعتنا النهاردة دي كيكة شوكولاتة بالفانيليا، بس عايزة اقولك طعمها خطير. لو جربتيها بنفس الطريقة اللي بقولك عليها هتطلع من ايديكي زي العسل. في قلب الطبق حطيت بيضتين وكيسين من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل الابيض، ضربتهم مع بعض كويس جدا. طب يا هبه انا مش عندي مضرب، نقدر نستبدله بالخلاط او الكبة او المضرب اليدوي المتوفر عندنا، مش هيقولك لا. ضربتهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده لحد ما البيض عمل معايا فوم بالطريقة دي كده. صليتي على الرسول؟ طب يلا صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك. ولو انتي اول مرة تتفرجي عليا ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. كوباية من السكر، ونقدر نزودها او نقللها على حسب انتي بتحبي السكر عامل ازاي، بس الكوباية مظبوطة جدا على الصينية دي. وطبعا الكوباية اللي انا استخدمتها هي الكوباية اللي استخدمتها لكل المعايير، يعني توحدي الكوباية. هنا نزلت بكوباية من الحليب وضربتهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده نزلت بنص كوباية من الزيت عليها معلقة من السمنة. ضربت بقى الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. في المرحلة دي بقى احط الدقيق، والدقيق اللي انا مستخدماه اي نوع دقيق متوفر عندنا مش هيقولك لا. حطيت كوبايتين ونص من الدقيق عليهم كيس من البيكنج باودر او كيك شيف المتوفر عندك يعني، رشة ملح بسيطة بقى، وانخلي الكلام ده مع بعض كويس جدا. طبعا لو انتي بتعملي بالمضرب زي حالاتي كده عادي ممكن نشغل المضرب ونشتغل بيه، لكن لو هتعملي في الخلاط مستحب اللي انتي توقفي عند مرحلة الحاجات السايلة. اما لما تيجي تنزلي الدقيق ما تنزلوش في الخلاط، خلاص كده احنا خلصنا ضربنا كل المواد السايلة مع بعضيها. قسمت الخليط بتاعي النصين، النص الاولاني ركنته على جنب كده فانيليا، والنص التاني حطيت معلقتين من الكاكاو ونخلتهم كويس جدا. انا عايزة كيكة بالشوكولاتة. هضربهم بقى مع بعض كده. لو حسيتي للخليط بتاعك تقيل شوية ممكن نزود من معلقة لمعلقتين من الحليب او حتى شوية مية. لو انتي اول مرة تتفرجي عليا ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. عايزة اقولك خدي فكرة في القناة كده او خدي جولة فيها شوية افكار حلوة جدا هتعجبك، ليها علاقة بالميزانية، لتوفير الوقت وتوفير الفلوس. افكار حلوة قوي للغدا، عامله لك فيديوهات كتيرة جدا عن الفطار والعشاء، اللي يعجبك نفذيه. معايا القالب دوت، والقالب ده مقاس 26، دهنته دهنة حلوة من السمنة، وبعد كده اديته تعفير الدقيق. هنزل بقى بالخليط الاولاني فانيليا، وبعد كده هنزل بيه طبقة تانية من الشوكولاتة، وهستمر بقى بنفس الشكل كده طبقات فوق بعضيها لحد ما اخلص بقى الكمية كلها اللي معايا. الكيكة بتاعتنا النهاردة طعمها خطير، لازم تجربيها بنفس الطريقة ونفس المقادير. بعد كده نزلت بخليط ببقية المكونات بقى. خلاص كده انا معايا بقى شوية صغيرين، خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة كده. طب انا مش عندي قالب زي ده، عادي ممكن صينية مدورة او مربعة ما فيهاش شكل. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. تعالي نقطعها ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه. ودي كانت اول فكرة معانا. الفكرة دي حلوة قوي، تعملي بقى صينية الكيكة ديت وتحفظيها بقى في علبة كده، علبة تلاجة، وتبقى موجودة عندك بقى للفطار للعشاء. حد من الولاد مثلا في نص اليوم جعان وانتي لسه ما خلصتيش الاكل، بعد الغدا مثلا حد منهم جعان بعديها بشويه، فتقدري اللي انتي تديهم كيكه زي كده بدل ما ياخدوا منك فلوس وينزلوا السوبر ماركت يجيبوا كيكات من تحت. لا، انتي عامله كل حاجه حلوه وطعمها حلو ولذيذه في البيت. كمان نقدر نحط عليها اي صوص احنا عايزين نحطه، زي مثلا صوص النوتيلا، صوص فراولة، صوص كراميل. عملت معاكم الحاجات ديت وموجودة على القناة، تقدري ترجعي لها وتنفذيها، تبقى طعمها حلو قوي.
بصي الكيكة مش مستحملة، دايبة دوب، والارتفاع بتاعها حلو قوي، هشة كده وجميلة، وطعم الشوكولاتة من جوه مميز جدا. نقدر نستغنى عن خطوة الشوكولاتة ونعملها كيكة فانيليا بس، ونقدر نعملها شوكولاتة بس من غير فانيليا، بس انا عملتها ميكس كده تبقى حاجة جديدة ومختلفة. وننوع بقى، يعني كل اسبوع نوع لهم كده في الكيكة. بصي شكل الكيكة من جوه خطيرة يا جماعة، لازم تجربوها بجد، حلوة قوي، لذيذة كده، وفكرة جديدة برضو مختلفة، هشة وطعمها حلو، الشوكولاتة مميزة، جنب كوباية عصير او مثلا حاجة ساقعة، ممكن كوباية شاي، تعرفين الحاجات دي بتنفع قوي في البيت. بصي قد ايه هشة، الارتفاع بتاعها عالي، لونها من جوه حلو قوي. تأكدي ان السكر داب معاكي علشان خاطر تطلع الفانيليا لونها فاتح بالشكل دوت كده. تعالي ندخل على الوصفة اللي بعد كده، والوصفة دي حلوة قوي، انا معتمداها لاني بحسها اللي هي صحية كده ومفيدة للاطفال. تنفع كمان تديها لهم في اللانش بوكس في المدرسة، لو احنا في ايام مدرسة تنفع تديها لهم في اللانش بوكس في التمرين بتاع الولاد، ياخدوا واحدة كده بتبقى كلها باور كده وحلوة قوي. ليه انت عاملاها بايه؟ انا عاملاها بالبلح، تعرفين قد ايه البلح مفيد جدا، وطبعا معظمنا عنده بلح فايض من رمضان، فنقدر اللي احنا نستغله. معايا بيضايه واحده، حطيت عليها كيس من الفانيليا، هضربها بقى بالهاند بلندر. طبعا نقدر نستخدم المضرب اليدوي مفيش مشاكل. بعد كده هحط بقى السكر هستخدم معلقه. هحط اللبن الاول، حطيت تقريبا 7 معالق كده من اللبن، هضرب كله مع بعضه برضو. هحط بقى هنا البلح، والبلح اللي انا مستخدماه اللي هو التمر الطري، طعمه حلو قوي، غسلته ونشفته وشلت النوى من جواه. هبدأ بقى انا اخلطه مع اللبن والبيض. في المرحلة دي لو انتي حابة تضيفي سكر ضيفي، لو انتي مش حابة يبقى كفاية قوي البلح، على حسب بقى السكر اللي انتي عايزاه في الوصفة ايه. انا هنا هضيف برضو سكر عشان يحلي برضو الموضوع معايا. حطيت 5 معالق من السكر، معدل يعني تقريبا كده اقل من النص كوباية. هضرب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس جدا لحد ما اتاكد ان البلح اتضرب معايا وكمان السكر. طب يا هبه انا عندي بلح بس البلح الناشف مش البلح الطري، ينفع؟ ايوه ينفع، بس حطيه على النار شويه بشويه ميه، يعني ممكن نديله نص سلقه كده عشان بس يبقى طري معانا ويقدر اللي هو الخلاط يضربه مع بعض. بعد كده نزلت بحوالي 6 معالق من الزيت ومعلقه كبيره من الخل الابيض، هضربهم مع بعض كويس جدا. في المرحلة ديت بقى انا حطيتهم في البولة دي عشان انا مش هعرف اقلب الدقيق في البولة التانية، ومش هستخدم الهاند بلندر تاني. 3 معالق من الدقيق هنخلهم كويس جدا، هزود عليهم دقيق تاني دلوقتي. نقدر نعملها في صينية ونقدر نعملها كب كيك زي ما انت شايفة كده. انا معايا هنا حطيت 5 معالق من الدقيق، وحطيت معلقة من البيكنج باودر عشان لسه هزود كاكاو. عملتها غامقة علشان خاطر لما تطلع من الفرن لو احنا عاملينها بالفانيليا لون الكيكة من جوه مش هيبقى ألطف حاجة عشان البلح اللي احنا حاطينه، لكن لما تحطي كاكاو هيبقى لونها اصلا غامق، فالولاد مش هيلاحظوا اي حاجة. على فكرة هم مش هيعرفوا اللي فيها بلح، يعني لو الولاد عندك بيغلبوكي ولا حاجة هم مش هيعرفوا اللي فيها بلح. تبقى حلوة قوي الصبح برضو على الفطار، سناك طول اليوم للولاد، حاجة مفيدة وطعمها حلو. نقدر نستغنى عن البلح والسكر ونحط عسل اسود، ممكن نحط عسل ابيض، المتوفر عندنا. احنا بنحاول ندخل لهم الحاجات اللي هم مش بيحبوها في وسط الأكلة من غير ما يعرفوا. نقدر نعملها فانيليا بس محشية مثلا مربى، الفاكهة حلوة قوي الأيام دي، نقدر نعمل بقى من المربات اللي احنا بنحبها، سواء تين أو مثلا مانجا، المتوفر يعني في الأسواق. نقدر نعمل مربى بلح برضو حلوة قوي. بعد ما صبيت الكمية كلها في قلب الصينية دخلتها بقى الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. والله ما كملت ربع ساعة وكانت استوت معايا بالشكل دوت كده، طعمها خطير.
ندخل على الوصفة ديت، والوصفة دي برضو فطاير حلوة قوي، تنفع في الفطار الصبح. تقدري تعملي منها كمية وتشيليها في الفريزر، تخرجي منها للولاد كده الصبح على الفطار، في العشاء تاخدوها معاهم التمرينة، راحة رحلة مثلا لمدة يوم ولا حاجة. الحاجات دي حلوة قوي. معايا نص كوباية من الحليب، معلقتين من السكر، معلقة من الخميرة، دوبتهم مع بعض كويس جدا. هنزل بحوالي كده تلت كوباية من الزيت. معايا هنا بياض بيضة مش الصفار، ومعلقة كبيرة من الخل الأبيض. نقدر نستغنى عن البياض البيضة ده، مفيش مشاكل. كوباية من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وما تنسيش بقى رشة الملح. هعجن الكلام ده مع بعضه كويس جدا. عايزاها عجينة طرية لينة ما بتلزقش في الإيد. طبعا احنا عاوزنا اللي احنا نزود شوية مية، ونقدر نبدل الحليب اللي انا حطيته في الاول بالمية، مفيش مشاكل خالص. اغطيها واسيبها تخمر شوية. بعد ما خمرت كده بعد نص ساعة، ده كان شكلها بعد النص ساعة. بسم الله ما شاء الله، العجينة بتاعتي سهلة الفرد والتشكيل. هاخدها بقى وابدأ اللي انا اقسمها معايا. هقسمها بقى لكرات كده متوسطة، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، على حسب الحجم اللي انا عايزاه. انتي ليكي حرية الاختيار برضو في المقاس اللي انتي عايزاه. نقدر نعمل كيلو من الدقيق ونشيله في الفريزر عشان خاطر يبقى متوفر عندنا على مدار الاسبوع. اخدت اول واحدة بقى، طبعا انا سبتها، عملتها وسبتها ارتاحت شوية. هبدأ ان انا افردها شكل بيضاوي بالشكل دوت كده. ما ترققاش قوي، خليها كده السمك بتاعها مناسب. هاجي كده من قبل الطرف الاخير، وهبدأ ان انا اعمل فتحات بالسكينة او بعجلة البيتزا يعني. الحشوة دي بقى بتاعتك انت. انا هنا حطيت جبنة كريمية، والجبنة الكريمية دي انا عملتها معاكم بطريقة حلوة قوي وبسيطة. تقدري تعملي الجبنة في البيت. عملت معاكم الجبنة الكريمية، وعملنا كمان الجبنة البراميلي، ان شاء الله نعمل مع بعض الجبنة القريش. وقفلتها بقى بالشكل ده. طبعا اختيار الجبنة اللي يرجع لك انتي، ممكن تختاري اي نوع جبنة انتي تحبيه، او اي حشوة. ممكن تعملي حشوة لحوم مثلا وتخليها مثلا كوجبة غدا مثلا في التمرين للولاد، تبقى حلوة قوي. ممكن تعملي برضو الجبنة معاها مثلا فلفل، معاها مثلا زيتون، تبقى حلوة قوي برضو. ممكن تعمليها بقى حلو، الحلو ده يرجع لك انتي برضو. ممكن تبقى الحلو بتاعك شوكولاتة، مربى، زي ما تحبي. طبعا انا لما بقفلها بعملها كده تحسيها اللي هي مايلة شوية، شكل المولتو كده شوية. حطيتها في صينية مدهونة دهنة حلوة من الزيت، وسبتها بقى لحد ما خمرت بالشكل ده. قعدت كده بعد ما غطيتها، قعدت تقريبا يعني ممكن نقول 10 دقايق 15 دقيقة. معايا بقى صفار البيضة اللي انا شلته في البداية. عشان كده بقولك خطوة البيض مش مهمة قوي في الوصفة. يعني ممكن ما نحطش بياض البيضة، ولا ندهن الوش بتاعها بصفار البيضة. طب هندهن وشها بايه؟ بشوية لبن، شوية لبن عادي جدا. ونحط بقى على وشها سمسم، حبة البركة اللي انت عايزاه. ممكن تسيبيها سادة لو انت حابة. هدخلها بقى الفرن، وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن على الرف الوسطاني من غير شوية. بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا وخطيرة. والكمية طبعا بشوية دي صغيرين عملنا كمية حلوة. انا عايزة اقولك ان الواحدة كبيرة يعني تشبع حد كبير مش حد صغير. الجبنة اللي جوه طعمها حلو قوي، لذيذة كده معاها، مورقة خطيرة وطرية وهشة كده، وطعمها لذيذ. تعالي نعمل برضو مع بعض الكبات ديت. الكبات دي بتبقى حلوة قوي ولذيذة للأطفال بالذات في الأجازة. معايا بيضتين هضربهم كويس جدا بالمضرب اليدوي. هنزل عليهم بكوباية من السكر، كوباية ونص من السكر. انا عايزاها مسكرة عشان خاطر تبقى زي اللي بتتباع بره بالظبط. عارفين كيكة هوهوز؟ هي يعتبر قريبة منها قوي. هدوب السكر كويس جدا مع البيض. بعد كده هنزل بقى بالزيت. هستخدم نص كوباية من الزيت. صليتي على الرسول؟ طب يلا صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. نص كوباية من الحليب. اهم حاجة في الموضوع كله اللي السكر يدوب. معايا رشة فانيليا. نقدر نعمل الخطوات دي كلها في الخلاط،
هيبقى اريح لك واحسن لك، عشان كمية السكر كبيرة فتقعدي تقلبي كتير. لا، اعمليها في الخلاط عشان يبقى سهل ليكي. كوباية من الدقيق هنخلها كويس جدا بالشكل ده. اول ما تتنخل هننزل بالكوباية التانية. هنزل بقى بكيس من البيكنج باودر. بعد كده هحط بقى معلقتين من الكاكاو. والكاكاو يا جماعه اللي انا بستخدمه عشان اتسالت عليه كتير، ده كاكاو خام اسباني جايباه من عند العطار. حاولي تشوفي عطار شغال، علشان خاطر يبقى الحاجه اللي عنده كويسه، بتتباع بسرعه، ما تبقاش مزرناها عنده وقاعده بقالها فتره طويله، عشان لما تجيبي حاجه من عنده تبقي واثقه اللي هي صلاحيتها قريبه وشغاله معاكي وطعمها حلو. هقلب بقى كله مع بعضه في اتجاه واحد، علشان خاطر بس ايه اخلط كله مع بعض. نقدر نعملها كيكه بالفانيليا مفيش مشاكل لو احنا مش حابين بالشوكولاته. بصي بقى، انا هنا مش هحطها بقى ولا في قوالب كب كيك ولا في صينيه كب كيك، ده سمك الخليط اللي انا محتاجاه. انا هحطها في حاجه تانية خالص. انا هحطها هنا الاول في الدورق دوت، عشان خاطر ابدا اللي انا اصب منه يبقى سهل عليا، عشان دي كده قطعه كده مايله، يعني اقدر ان انا انزل منها بكل سهوله. معايا بقى الكوبايات الورق دي كوبايات الورق بتاعة السخن، اللي هي بيتحط فيها قهوة، بيتحط فيها شاي. طيب بتتباع فين الكوبايات دي؟ بتتباع عند اي محل بيبيع ادوات تغليف، هتلاقيها بتتباع عنده، هتلاقيها بتتباع في السوبر ماركت، هتلاقيها بتتباع في الاسواق، في اماكن كتير قوي. اسألي عليها هتلاقيها بتتباع كده عمودة على بعضه، في تقريبا 50 كوباية، سعرهم حلو قوي ومش غالية. الكوبايات دي بتاعت الشاي مش بتاعت القهوة اللي هي حجمها كبير، ما بتدهنش اي حاجة، وبتحطي خليط الكيكة لحد نصها. تمام كده تمام. طب الكوبايات دي مش هتسيح معايا في الفرن؟ لا مش هتسيح. طب مش هتأدي لحاجة تانية؟ لا، احنا كده كده مش هنولع الشواية، ومش هنحط الكوبايات على النار من تحت مباشرة. احنا هنحط الكوبايات في صينية بالشكل دوت على الرف الوسطاني. هنخبط كل كوباية خبطتين كده عشان نتأكد ان مفيش فراغات في قلب الكيكة، وندخل الصينية الفرن. دي برضو حلوة قوي لما تاخديها معاكي للولاد، لو انت رايحة مصيف، رايحة رحلة، بتبقى خطيرة قوي. في النادي مثلا، عندك عيد ميلاد مثلا وعايزة تجددي او تغيري، بتبقى خطيرة. بعد ما الكيكة طلعت معايا بردت شوية بالشكل دوت، انا عندي هنا بقى معايا كده مكعبين من الشوكولاتة البيضة. انا بحاول ان انا اقلل شوية في المكونات او الامكانيات بتاعة الحاجة. يعني بدل ما نستخدم كريم جانتيه، وطبعا انتوا عارفين كريم جانتيه غالي والكلام دوت، لا انا فضلت اللي هي تبقى حاجة ماسكة وما تسيحش مني، عشان خاطر برضو انا لو حطيت كريمة ممكن تسيح مني لو انا اخدتها معايا نادي رحلة والكلام دوت. انا حطيت هنا مكعبين من الشوكولاته، حطيت عليهم معلقتين من الزيت ودخلتهم الميكرويف وساحت معايا بالشكل ده. هغطيها تبقى طبقه بيضه اكنها كريمه بالظبط. تمام كده تمام. بعد كده معايا مكعب من الشوكولاته المطبخ، بس بقى اللي هي الغامقه. تمام كده تمام. حطيت عليهم معلقه من الزيت وسيحتها في الميكرويف، وابدا ان انا اعمل خطوط بالشكل دوت كده عليها. طبعا الخطوط دي اختياري، لو مش حباها خلاص، احنا لسه كمان هنحشيها من جوه. عملتلك برضو 2 كده بالكريمة، علشان خاطر برضو تشوفي الطريقة دي وتشوفي الطريقة دي، واللي اسهل لك اعمليه واللي انت بتحبيه برضو اعمليه. بصي بقى، هي بتتفتح بكل سهولة بالشكل دوت. نقدر بقى اللي احنا نقدمها بعد ما الشوكولاتة تمسك عليها شوية، اللي هي الشوكولاتة البيضة، نقدر نشيلها من الكوبايات الورق ونقدمها بالشكل دوت كده، بتبقى طعمها حلو قوي. تعالي بقى من مرحلة الحشو. بالمقوار كده هبدأ ان انا اعمل فتحة صغيرة في ارضية الكيكة من تحت، واجيب بقى معايا الكريمة. بس الخطوة دي بقى احنا هنحشيها كريمة، ممكن نحشيها برضو شوكولاتة. والشوكولاتة طبعا لو انت عايزة حاجة اقتصادية تقدري اللي انت تعمليها في قلب الخلاط: ربع كوباية من الكاكاو، ربع كوباية من السكر، ربع كوباية من الحليب، ربع كوباية من الزيت. الزيت انزلي بيه تدريجيا حبة حبة لحد ما الخليط يتقل معاكي. وكده برضو عملنا صوص شوكولاتة طعمه حلو قوي، نقدر نحشيه بدل الكريمة. انا بقفل هنا بالكيكة اللي انا شلتها في المقوار بس كده. طبعا الولاد لما يجوا ياكلوها بقى، يجوا يفتحوها كده من جوه، بيلاقوها محشيه زي الهوهوز كده او التوينكس، بتبقى طعمها حلو قوي وخطيره يا جماعه.
جربيها هتدعيلي. لو عندك مناسبة اعمليها للولاد. انتوا عارفين الولاد بيبقوا في اجازة الصيف عايزين كل شوية حاجة حلوة، والاختراعات اللي على النت مالية الدنيا، فبدل ما يطلبوا حاجة من على النت مثلا وتبقى غالية عليكي، لا اعملي لهم بشوية مكونات حاجات كتير. بحبكم جدا.